السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين اموركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. انتم معز عليكم يا ربي. فيديو جديد، وصفات جديدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الوصفات اللي حضرت في هذا النهار. عندي هنا لي كيش بالدجاج وشامبينيون اللي كيجيو زوينين بزاف رائعين. عندي فطائر اللي كنوجدوهم في دفعة واحدة. تحلية للسحور اللي كتجي منعشة وصحية. ندوزو المقادير وكيفية التحضير ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي العجين ديال ليكيش. عندي 250 غرام ديال الدقيق الابيض. عندي هنايا ملح، دائما كيبقى على حسب الذوق، ملعقه صغيره ديال السكر، وعندي نصف ملعقه صغيره ديال بودره الثوم. عندي 125 غرام ديال الزبده. انا استعملت زبده ديال العبار او زبده العلب اللي متوفر عندكم. عندي هنا حبه ديال البيض كبيره، ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير النص وغادي نخلي النص غادي نخدم به الفطائر الثانيين. صافي هنا الحجم ديال البيضه راه كبير، وكتعرفوا البيض راه شويه غالي. المهم الا كان غادي تعجنوا غير ليكيش، ديروا غير صفر ديال البيضه. بما انني انا غادي نخدم بها جوج ديال الحاجات، خديت بيضه وخفقتها، وغادي ناخذ النص ديالها غادي نخدم به هاد الليكيش، والنص الاخر غادي نخدم به الفطائر. وعندي تما نص كاس ديال الماء عادي من الروبيني. صافي غادي نرمل الدقيق مع الزبده، ضروري من هذه المرحله هذه كنرملو الدقيق مع الزبده، عاد كنضيف باقي العناصر. صافي غادي نضيف ديك نصف بيضه، وغادي نبقى كنزيد الماء شويه بشويه، اللي غادي ندخل نص كاس ديال الماء. غادي نبقى كنجمع العجين، ما كندلكو ما حتى شي حاجه، غير كنجمعو حتى كيتجمع ليا الدقيق ما كيبقاش باين. صافي كنتحصل على هذا العجين بهذا الشكل هذا، ما يكونش رخو بزاف لان غادي نديرو في الثلاجه يرتاح. تعرفوا العجين اللي كيكون فيه الزبده ملي كيدخل للثلاجه كيرتاح، راه كيزيد يطلق راسو. غادي نديرو في كيس بلاستيكي وغادي ندخلها للثلاجه. وهنا غادي ندوز ندير الحشو. بالنسبه خليوها ترتاح واحد من نصف ساعه الفوق. هنايا عندي واحد الحبه ديال البصله اللي شلطتها. عندي هنايا شامبينيون معلب. عندي واحد الطريفات ديال الدجاج مقطعين رقاق. وعندي بالنسبه للزيت، الملحه، ثومه بودر، والفلفل الاسود او الابزار. غادي نضيف الزيت في المقله مع البصله والملحه، وغادي ندي البصله حتى تشحر وتنزل ليا. من بعد ما كتنزل لينا البصله وكتدبل، كنضيف عليها طريفات ديال الصدر ديال الدجاج. غادي نضيف الثومه بودر والفلفل الاسود او الابزار. بالنسبه لي ما عندوش الثومه بودر، من الاول يدير واحد الفص ديال الثومه مع البصله يحكو. صافي هنا غادي نزيد الشامبينيون، غادي نخليهم حتى يتشحروا مع بعضياتهم. صافي هنا طفيت عليها البوطه، وغادي نحطها هكا في واحد الطبسين نخلي الحشوه تبرد.
هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجين، هنا خليتها واحد تقريبا عليه ساعه. غادي ندوز باش نشكل الكيش ديالي. صافي غنستعين بشويه ديال الدقيق والدلاك بطبيعه الحال، وغادي نطلق العجين ديالي بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ هاد ليمول ديال ليكيش، انا ما كندهنهم ما والو لان العجينه فيه الزبده. كنستفهم وكنجمع العجين بالدلاك وكنطلقوه بهذه الطريقه هذه، وكنعاود ندوز بالدلاك من الفوق صافي. وكنبقى كنلبس هكا دوك ليمول ديالي بالعجين بهذا الشكل هذا. وإلا بان ليا شي فراغ هكا كناخذ طريف من العجينه وكنعاود نسودي به كيف ما كنقول لكم دائما. صافي هنا كنبقى ناخذ ملي كيكونوا عندي هكا طريفات، كنلاقي هكا طرف مع طرف وكنضغط عليهم، راه كيتشكلوا بكل سهوله. بالنسبه لهاد العجين كيتبقى لي كنجمعو وكنعاود نخدم به، كندير طريف هكا على طريف كنعاود نخدم به. كنتكم هكا بواحد الفرشيطه وغادي ندخلهم هنايا المجمد. وهنا غادي ندوز نوجد معكم لابارايا كيش اللي عندي هنا 2 حبات ديال البيض. غيبان لكم داك البيض غير اللي كنت دهنت به دوك الفطائر، هنا راه غير المونطاج اللي قاديت حاجه بحاجه. بقى لي واحد شويه ونفرغو تما. كاينه عندي هنا 2 حبات ديال البيض، ثومه بودر، عندي فلفل اسود او الابزار. غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، وملعقه صغيره عامره مزيان ديال النشا او المايزينا. هنا قلبت لقيت هنا اصلا كاينه ملعقه صغيره نيشان د الخميره. غادي نضيف 2 قطع ديال الجبن المثلث. غادي نضيف واحد ياغورت طبيعي او دانون مسوس مع واحد نصف كأس من الحليب وواحد رشيشه ديال الجبن الاحمر. نضيف لهم واحد الطريقه ديال الملحه. صافي غادي نخلط كلشي مزيان مع بعضياتو. غادي نخلط داك الفرماج، غادي نضغط عليه واحد شويه بواحد الملعقه، وعاد غادي نزيد داك ما تبقى ليا من الحليب، يعني غادي ندخل هنا نص كاس. صافي هنا غادي نضيف ديك الحشو على هاد لاباراي. من بعد ما بردات غادي نضيفها على لاباراي كيش صافي. وغادي ناخذ ليمول ديالي غنخرجهم من المجمد وغادي نستفهم هكايا في الطاوه مباشره. غادي نعمرهم صافي، غادي نعمرهم وغادي ندخلهم للفران حتى يطيبوا. نشعل عليهم غير من التحت، الفران عندي هنا سخون، غنشعل عليهم غير من التحت حتى يطيبوا ويتحمروا ليا مع الجناب. وغادي نخرجهم نشعل عليهم من الفوق. صافي هنا من بعد ما طابوا شوفوا كيفاش كيجيو. هنا راه كيديموا ليا بكل سهوله. هنا من بعد ما طابوا راه خرجتهم، هنا راه مازالين سخانين وكنديموا ليهم. هنا كنزينهم بشويه ديال الفرماج احمر وفرماج موتزاريلا، وغادي ندخلهم الفران حتى تذوب ليا الموتزاريلا ونرجع معكم. هنا غادي ندوز نوجد معكم فطائر هنا في نفس البول. هنا راه خدمت كلشي في خطره، غير درت لكم المونتاج اللي عندي هنايا 250 غرام ديال الدقيق، عندي 125 غرام ديال الزبده مارغرين. انا خدمت بلده، وهذاك النصف بيضه اللي خلينا، عندي قبيصه ديال الملحه والماء.
صافي هنا غادي ناخد واحد الحكاكه وغادي نبقى كنرش هكايا الحكاكه بالدقيق، وانايا كنحك بهذا الشكل هذا، كنحك الزبده. صافي كنبدا كنحك بهذا الشكل هذا، كنبقى كنرش هكا الدقيق باش كيساعدنا هكا الحكاكه ما كتلصقش فيها الزبده. صافي من بعد كنلبس هكا داك الدقيق مع ديك الزبده كامل، وكنضيف ديك نصف بيضه، وكنبقى كنضيف الماء شويه بشويه. بالنسبه للماء غادي ندخل يعني نصف كاس زائد واحد ملعقه ولا جوج هكاك. صافي كنجمعوا العجين ديالنا حتى هو فحال العجين الاول، ما كندلكوه ما حتى شي حاجه، غير كنجمعوه حتى ما كيبقاش يبان لينا الدقيق، وكيبقاو يبانوا لنا طريفات ديال الزبده راهم باينين. شوفوا الشكل ديالها كيكون هكا الزبده باينه هكا طريفات. صافي غادي نديرها هكايا في واحد كيس بلاستيكي حتى هي، وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى ترتاح. هنا غيبانوا لكم العجائن بجوج، كنوريكم وغادي ندخلهم للثلاجه حتى يرتاحوا ونرجع معكم. هنا غادي ندوز نوجد الحشو ديال الفطائر ديالي. عندي حبه ديال البصله اللي شلطتها، عندي حبه ديال الجزر اللي حكيتها، عندي كفته ديال اللادان او الكفته ديال الدجاج. بالنسبه للتوابل عندي ملحه، بزار، ثومه بودر، شويه السودانيه، شويه ديال الكمون والتحميره، عندي زيتون مقطع والربيع والبصله، عفوا الزيتون مقطع والربيع والزيت. صافي غادي نضيف الزيت على البصله، وغادي ندير عليه شويه الملحه، وغادي نخلي البصله حتى تنزل، وعاد غنضيف عليها باقي العناصر. صافي من بعد ما كتنزل لينا الخضره غادي نضيف عليها هكايا الجزر، وغادي نضيف الكفته ديال الدجاج او الكفته ديال العدن، وغادي نضيف التوابل. في الاخير غادي نضيف الزيتون، وغادي نخلي كلشي يتشحر مزيان، وغادي نطفي عليه وتكون الحشوه ديالي واجده. صافي من بعد ما الحشوه وجدات وطفيت عليها وبردات، هنا غادي نضيف لها واحد الحفينه هكا ديال الفرماج. الفرماج ضيفوه حتى تبرد لكم الحشوه باش هكا كيبقى. صافي غادي ناخذ العجين ديالي وغادي نبدا كنشكلو. غادي ناخذ واحد السكين وغادي نقسم العجين على جوج. غادي نستعمل شويه ديال الدقيق وغادي نطلق العجين ديالي على شكل مستطيل. صافي غادي نحط الطرف الاول
على جنب، وغادي نشكل حتى الطرف الثاني. انا لا شفتو كنحط وحده على وحده باش كنعرف واش مقادين. صافي انا غادي نبدا كنعمر بالحشو. غادي ندير هنايا الحشو بهذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم. غادي نوزع الحشو بهذا الشكل هذا، كنعطي هذا الشكل هذا ديال المستطيل. وغادي ناخذ العجين الجزء الثاني ديال العجين وغادي نغطيه به بهذا الشكل هذا، وغادي نضغط واحد شويه، وغادي ناخذ جراره ديال البيتزا وغادي نحيدها كجنيبات، ومن بعد غادي نقطع بهذا الشكل هذا ديال مربعات او مستطيلات. كنشرطهم هكا بواحد واحد شريطات هكا، ومن بعد عاد كنقطع باش هكا كيبقاو لنا داك الشكل باين. صافي غادي نهزهم وغادي نديرهم في الطاوله اللي فرشت لها الورق. هنا خديت بيضه خفقتها ودهن درت لها قطرات من الحليب، وغادي ندهن بها بهذا الشكل هذا. خديت نلون الوجه ديالهم وغادي نرشهم بشويه ديال البوافو او الخشخاش. صافي وغادي يكون عندي فران سخون، غادي ندخلهم لدرجه الحراره تكون متوسطه، ونشعل عليهم حتى يطيبوا ويتحمروا، ونشعل عليهم من الفوق. هنا انا غادي ندير كلشي في خطره، غادي ندخل لي كيش مع مع هاد الفطائر ديالي. شوفوا هنا كيفاش كيجي، وهنا زيت ضروري صافي ضروري يحضر. صافي هنا غادي من بعد ما طابوا هنا غادي ندوز نوجد معكم هاد التحليه اللي كتجي زوينه ومنعشه. عندي هنايا واحد 5 ديال الحبات ديال التمر، عندي واحد الحبه ديال الموز او بنانه، عندي واحد الحفينه ديال اللوز كيف ما كيبان لكم، عندي 2 معالق كبار ديال السكر كيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم ما ديروش كاع تكتفيو غير بالحلاوه ديال التمر. وعندي ساشي ديال الفلو ديال درهم ديال شينوا. غادي نضيف داك النصف لتر من الحليب زائد الفلو والسكر. بالنسبه للسكر كما قلت لكم انا درت 2 معالق ممسوحين، يعني ما عمرنش مزيان. وغادي ندير ديك الحبه ديال الموز او بنانه. بالنسبه للتمر حيدنا عليه العظام. صافي غادي نطحن المكونات ديالي مزيان مزيان، ومن بعد غادي نصفيها. اللي ما بغاش يصفيها يكتفي بها هكاك، على حساب الدراري ما كيبغوش دوك الطريفات يبقاو باينين. غادي نصفيها. وغادي ندي التحليه ديالي فوق ملوطه، وغادي نبقى كنحركها مره مره، ضروري من التحريك باش هكا ما كتلصقش لينا. صافي حتى كطلع لينا فيها الغليه، ومن بعد كنوجدهن الكويسات مباشره وكنفرغ فيه التحليه ديالي بهذا الشكل هذا. غادي ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا. من بعد ما بردوا كيتماسكوا بسرعه لان الفرود غير كيبرد. غادي نزينهم هكا بشويه ديال البنان، هكا واحد الطريفات ديال الموز او البنان، وغادي ندير واحد الطريفات ديال الكركاع. التزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه. الا عندكم صوص كراميل ديروه من الفوق، انا ما متوفرش عندي. ديروا اللوز مهرمش، اللوز ايفيلي. صافي هذا هو شكلهم النهائي. غادي نتلاقى معكم في الاطباق ديالي النهائيه ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات ديال هذا النهار. كيجيو رائعين هاد الفطائر مورقين بدون خميره بدون دلك ولا مجهود، كيجيو روعه كيذوبوا في الفم. كنتمنى منكم تجربوهم، حشوه اللي لذيذه بزاف. بالنسبه لي كيش ديالي كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف بالدجاج والشامبينيو، كيجيو رائعين مقرمشين. شوفوا كيفاش دايرين. وتحليه للسحور كتجي لذيذه ومنعشه وصحيه في نفس الوقت. شوفوا كيفاش كتجي متماسكه ورائعه. كنتمنى منكم تجربوها.
صافي هنا أنا صايمة رجعت لبلاصتها. صافي إلا وصلتوا حتى لهنا ما تنسينيش من اللايك والبارطاج فضلا وليس أمرا. خليت لكم الراحة ومرة أخرى عواشركم بروكا، والسلام عليكم.